معاك 4000 وناوي تجيب مستعمل، ما تغلطش الغلطة دي. النهارده هقولك تختار ايه من اتنين من اقوى موبايلات الفئة الاقتصادية. معاكم مصطفى الديب، خبرة اكتر من 3 سنين في سوق المستعمل، ودي قناة يوزد اب فون، المكان اللي هتتعلم فيه تشتري صح وما تضحكش عليك. معانا النهارده الريلمي سي 21 واي والريدمي نوت 9 اس، الاتنين من اقوى الاختيارات في الفئة الاقتصادية، بس الفرق بينهم كبير جدا. خليك للاخر عشان هقولك العيوب اللي محدش بيقولها. نبدأ بالريدمي نوت 9 اس. بيجي بمعالج سناب دراجون 720 جي، وده لحد دلوقتي اقوى معالج ممكن تلاقيه في الفئة دي. بيديك اداء ممتاز في الالعاب التقيلة، كمان تصفح سوشيال ميديا سلس وثبات كويس في الاداء. شاشة التليفون 6.67 بوصة بدقة FHD، يعني شاشة كبيرة وواضحة جدا للأفلام والجيمز، ورامة 6 أو 4. كمان مساحة التليفون 64 أو 128 جيجا. بيجي التليفون ببطارية 5020 ملي أمبير وشحن 18 واط. بالنسبة لكاميرا التليفون بالنهار ممتازة، بالليل فوق المتوسط. كمان التليفون بيدعم تصوير فيديوهات بجودة 4K. بس استنى عشان في شوية عيوب مهمة أقولك عليهم بعد شوية. وما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا زرار الجرس، علشان إن شاء الله كل أسبوع هننزل ترشيحات للتليفونات المستعملة، وهل ينفع تشتريه في 2026 ولا لأ. كمان هنعمل لكم مقارنة بين كل تليفون مستعمل والتاني في نفس الفئة السعرية، علشان وانت نازل تجيب التليفون تبقى واخد قرارك أنا هشتري إيه. نيجي للريلمي سي 21 واي. المعالج يونيسوك T610، مش أفضل اختيار للألعاب التقيلة، بس ممتاز كاستخدام يومي وسوشيال ميديا. بيجي بشاشة 6.5 بوصة وبجودة HD، بس مريحة في الاستخدام بإيد واحدة. التليفون نازل ب4 رام بس، ومساحة 64 جيجا. كمان بطارية التليفون 5000 ملي أمبير، وبيدعم شاحن 10 واط، أبطأ من التليفون الريدمي. الكاميرا بتاعت التليفون بالنهار بتكون مقبولة، بالليل ضعيفة جدا. بالنسبة للسيلفي فالتليفون السيلفي بتاعه 5 ميجا بس، وده فرق واضح قوي بينه وبين التليفون الريدمي. بس استنى قبل ما تاخد قرار وتقول انا خلاص كده هجيب التليفون الريدمي، عشان في نقطة ممكن تخليك تغير فكرتك عن التليفون. عشان الريدمي او الريلمي الاتنين بيجوا بعيوب. عيب التليفون الريدمي ان هو بيجي بظهر زجاجي، يعني ممكن يتخدش منك بسهولة. كمان حجم التليفون كبير ومش هيبقى مريح في الايد لكل الناس. بالنسبه للريلمي الاداء بتاع المعالج ضعيف في الوقت اللي احنا فيه ده. كمان الكاميرا بتاعته بالليل مش هتديك افضل جوده. طيب دلوقتي انت تختار ايه؟ انا عارف ان انا عملتلك مقارنه صعبه جدا من التليفونين، وممكن تقول ان التليفون الريدمي احسن لي او التليفون الريلمي احسن لي. لو عاوز اداء قوي كمان شاشه نظيفه والعاب تقيله، هيبقى الريدمي نوت 9 اس هو الاختيار الافضل. اما لو عاوز استخدام عملي، يعني التليفون هيكون حلو في الايد وخفيف، كمان التليفون يستحمل منك البهدله، يعني لو بتاخده في شغل او في مدرسه. كمان لو عاوز تليفون سعره قليل، فالتليفون الريلمي هيكون افضل اختيار ليه. وبالنسبه لرايي انا الشخصي، فان التليفون الريدمي هيكون افضل بسبب المعالج بتاعه والكاميرا النظيفه، وان هو لسه هيأدي اداء ممتاز في السنه اللي احنا فيها دي، كمان لحد سنه 2027. خد بالك يا حبيب اخوك، وانت نازل تشتري اعمل حسابك في 3000 جنيه او 4000 جنيه، يعني من 3000 ل 4000 عشان تاخد حاجه نظيفه. يعني ممكن تلاقي التليفون من غير كرتونه سعره قليل، بس ممكن يكون التليفون مغير. اما لو لقيته بكرتونه فافضل، هيبقى اختيار افضل. وكمان لازم تتاكد من حاله البطاريه، الشبكه، وكمان الشاشه والبصمه. وكمان ده حاجه اساسي في اي حد بيشتري تليفون مستعمل، عشان ما تاخدش التليفون وتروح وتلبس في التليفون بعدين. وكل ده طبعا انا هعلمه لك بالتفاصيل في سلسله ان شاء الله هعملها في سوق المستعمل، يعني على القناه ان شاء الله هتلاقيها قريب. واكتب لي في الكومنت لو معاك 4000 جنيه تختار ايه من التليفونين دول. هتميل للاداء والعمليه، ولا هتميل للشياكه وراحه البال؟ اشوفكم في الفيديو الجاي ان شاء الله. سلام.